السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم اسماء من قناه كويزين اميره جليل. اليوم ان شاء الله كاين تغيير في الوصفات 2023 ان شاء الله. غندير معكم وصفات مغربيه، وصفات هماويه، وصفات ديال الحضره ديال اي مناسبه ان شاء الله. تعجبكم الوصفه ديال اليوم اللي غتكون وصفه ديال البسطيله ديال الحوت، اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي معلكه من الداخل. طريقه سهله بسيطه ان شاء الله، اللي ان شاء الله تعجبكم طريقتي، وان شاء الله غيكونوا وصفات اللي جايين ان شاء الله غيكونوا وصفات هما مغربيه، وصفات هماويه ديال العراضات ديال المناسبات. ان شاء الله تعجبكم وصفه ديال اليوم وتعجبكم الطريقه، وان شاء الله تبقوا معايا حتى الاخر فيديو. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم زوينه، وعلى التشجيعات ديالكم، وعلى البصمه اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، شكرا اللي دخلوا عندي جداد، وشكرا للقدام اللي كيشجعوني دائما. وما نطولش عليكم، نمر مباشره مقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا هنا اول حاجه غنبداو بها هي غنبداو بالكالامار. هنا عندي الكالامار، هنا تقريبا عندي كيلو الا ربع ديال الكالامار، هكا كيلو الا ربع يكون مقطع بقيت هكا دوائر كما كتشوفوا. انا اول عمليه كنديرها كنسد عليه الكوكوط، واحد سد عليه حتى تصفر الصفاره، ومن بعد كنحسب واحد 20 حتى 25 دقيقه. شنو كنضيف ليه؟ كنضيف ليه ورقه سيدنا موسى او ورقه الغار هكا وحيده. كنضيفوا ليه دي طرونش تاع السيترون، ديال حامض السيترون هكا وحيده ولا هكا جوج. كنضيف واحد المعلقه ديال الزيت ديال النباتيه باش ما يطلقش داك الكشكوشه ديالو. هانتوما كندير معلقه بحال هكا صافي. هنا كنكتفي فقط بالمليحه، كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. هانتوما هذه كتجيكم ساهله، هذه الطريقه كتجي ساهله، ما كيجيكمش كيجي رطف هكا بالطريقه ديال الكوكوط، كيجي رطب كيجي زوين. هنا كندير شويه ديال الابزار هكا، كتشوفوا شويه ديال البزار صافي. على هذه الطريقه هذه هكا شويه البزار صافي. وكنضيف تقريبا ايطور ديال الماء، كنضيف ايطور ديال الماء صافي. كنسد عليه الكوكو، غير تصفر 20 حتى 25 دقيقه. تصفر نحسبوا ليه 20 حتى 25 دقيقه. كما كتشوفوا هنا غنبداو نوجدوا لاصوص ديال الحوت. هنا عندي غنبداو، هنا عندي فلفله حمراء، عندي جوج فلفلات حمرين هنا كما كتشوفوا شويتهم، ولقيتهم مزرعه ما غسلتهمش وطحنتهم. كتجي كتعطيها اللذه وكيعطيها حتى اللون، كتجي زوينه في المذاق. هنا غناخذ هكا جوج فلفلات مشويين على هذه الطريقه هذه. غنضيف ليهم زلافه تقريبا او قبطه ديال المعدنوس وقزبر هكا. كتكثروا القزبر على المعدنوس كيجي على هذا الشكل، كتقطعوه رقيق مزيان. غنضيف الحامض مصير غير اللوب ديالو. غنبداو نضيف هريسه على حسب الذوق، هي نورمالمون كتبغي تكون شويه حاره. درت جوج معالق صغار توابل. هنا عندي معلقه هكا، معلقه صغيره شويه ديال البزار. هنا غندير الكمون جوج معالق صغار، ما تكثروش الكمون. جوج معالق ديال السكينجبير. هنا الكركم معلقه هكا صغيره، نزيد شويه. هنا فلفله حمراء حتى هي جوج معالق صغار. شنو باقي هنا؟ العطريه ديال الحوت، ديال بصل الحوت زي نديرها جوج معالق ممتلئين كتعطيها حتى هي اللذه. هنا غندير مليحه، تشوفوا غندير مليحه هنايا حتى هي على حسب الذوق. غنخلي المعلقه الكبيره من
من بعد ضروري تذوقوا وغتشوفوا واش تزيدوا ولا تنقصوا. هنا غندير صوص صويا، صوص صوجا حتى هي عندي واحد المعلقه كبيره ولا حتى 2 معالق. انا عندي هنا ماشي خفيفه، انا غندير 2 معالق. كاس معامش ديال العسل الحامض. هنا كاس ديال زيت بلديه. غنضيف اخر كاس النباتيه قطعت صافي، وغنخلط المقادير كلها هكا مزيان وكافه. كما كتشوفوا البنات انا نسيت هنايا الطريقه تاع الحفحه، حاطاهم نسيتو الحامض كنضيفوه هنايا على القامه صافي. كنخلط هكا الحوت الابيض كما كتشوفوا. عندي هنا ديال الحوت الابيض، عندي هنا الميرلون، عندي هنا الحوت الابيض، عندي هنا تقريبا شي كيلو ونص تاع الحوت. نتوما على حسب اللي عندكم، يكون حوت ابيض. هاد الحوت انا غنديروه في الفران، فرشت ليه البابي كويسون غندخلو الفران. هذا عندي هنا الفرق هنا، غنضيف هكا غنديرو في الفران، غنشعل الفوق والتحت وما نخليش ينشف غير شويه على ما يتبخر يطيب شويه وصافي وغنحيدو. صافي كنخلطو باش تخلط ديك العطريه مزيان صافي، وغنشعل عليه الفران. غندير هكا طلعتو ورقه تاع الغار. كما كتشوفوا بعد ما تسلق ليا القاب ديال الكالامار ماشي تسلق، كيجي على هاد الشكل. انا نوريكم كيفاش كيجي. هانتوما كيجي الشيش ملي كيجي رطب، كيجي زوين على الطريقه هذه. غيجي خوار ان شاء الله وكيعجبكم. صافي انا غنصفي كلشي هنايا، غنصفي. وهاد الماء اللي بقى هنا غنضيف ليه الشعريه الصينيه. هذا الماء هذا فيه النكهات ديال داكشي باش نكهناه. غنضيف ليه شي الا مساء هكا هادشي صافي، وغنخليه يطيب 3 ساعات. انا غندير 5 ونشوف جيفتي دغيا كيطيب ولا ما كاينش طيب بزاف. انا علاش كنفضل نديرو في الفران؟ الفران كيحافظ على داك الشكل ديالو، كيبقى ملي كيبرد كتقطعيه كيجي زوين في البسطيط. هنا غنديرو غنبداو بالكروفيت. هنا غنديرو واحد المعلقه ديال الزبده، وغنديرو معاها الزيت زي قلتي معلقه صافي. وغنمشيو فوق النار وغنمشيو باش نشحرو الكروفيت ديالنا بلا صوص. كما كتشوفوا انا درتها غتكون على نار تكون مرتفعه. غنضيف ليها نحرك هاد لاصوص، ضروري تحركوا لاصوص حيت باش ما يتعزلش عليكم الزيت. وغنضيف معلقه مزيانه ديال العسل لا غنضيف كروفيت عندي 800 غرام ديال الكروفيت. درت لها شويه الجوده باش تبقى لنا زوينه وسهله. صافي لا نشري ماشي صافي هكا باش يطلق لنا. نخلط هكا مزيان. غنزيد واحد هكا ديال لاصوص من الفوق كما كتشوفوا صافي. وغنخلط هكا مزيان كلها مرتفعه كما كتشوفوا. ها هو صافي وجد ليا. دابا انا هنايا غنصفيه صافي على هاد الطريقه هادي. بنفس المقلاس غندير الكالامار بنفس الطريقه ان شاء الله. هنا الشعريه بعد ما سلقت درتها في الماء اللي سلقت فيه اللي طيبت فيه الكالامار صافي سلقت ليا مزيان. صافي كنبقى نقطعها على هذا الشكل كما كتشوفوا في نفس المقلاس. درت معلقه الزبده ومعلقه الزيت، خليهم كيسخنوا شويه. لاصوص ديما تخلط مع الفا ونخلط. نزيد بالكالامار نزيد ليه معلقه ديال الصوص باش نبان فيه العناصر صافي. نزيد عليه الماء ونزيد. دابا نديرو باش نزيد الشعريه الصينيه والباقي المكونات. كما كتشوفوا بالنسبه للشامبينيون عندي هنا شامبينيون طري
كنحاول نعطي هكا من الكحول اللي هاد كاين هنايا صافي، وكنقطعو كنحيد هاد بشويه الدمج في الطياب صافي، وكنقطعو على هكا على هاد الشكل صافي حتى تنكمل كلشي اللي عندي هنايا. هنا عندي الشامبينيون الاسود غسلته مزيان وكبيت عليه الماء طايب، حتى هو غنحاول نقردو شويه، ما نخليش هكا، نديرو بالقراده شويه، نقردوه بالقراده. من غنوجد لنا هذا الشيء، هي الفيرميسيل هي عندي واجده. عندي البصله غنوريها لكم، عندي البورو صافي. غنوجد كلشي ونتلاقاو باش نوجدو هاد المكونات. رجعت معكم البنات، خديت نفس المقله اللي درت فيها الكروفيت والكالامار. هنا درت معلقه زيت، معلقه ديال الزبده، غنخليهم يذوبوا واحد شويه. وهنا عندي البورو قطعته هكا، كيجي لذيذ مع بغيتو ديروا بصله ديروها، انا البورو كيجي احسن صافي. كنخلي هكا الزبده تذوب، البصله ديالي خليها تنزل شويه. كما كتشوفوا البنات بعد ما برد لي الحوت غناخذ هاد لاصوص ديالو اللي قلت لكم غنستعملها، غنكبها كلها على هاد الشكل هكا. وهذه اللي غنديرها مع البصله، نشحها مع البصله. كما كتشوفوا هنا غنزيد هاد المرق اللي خديت، غنزيدو هكا صافي، وغنبدا هكا نحرك مزيان صافي. هنا البنات انتما كما كتشوفوا بعد ما شحرت البصله غنزيد عليها الشامبينيون نوار هكا، بعد ما قرنتهم صغيورين هكا. غنزيد عليهم هكا بشويه الشامبينيون هذا حتى هو كلشي خضره. هنا غنضيف لهم لاصوص هكا صافي، وغنخلط على هذا الشكل. كما كتشوفوا بعد ما تشحرات لينا مزيان هانتوما كنضيفوا الشعريه هكا بشويه بشويه، كتضيفي الشعريه هنا كتخلطي بحال هكا. عاد نزيد لاصوص، بس غندخل هادشي بعدا المقادير الاولين، عاد غنضيف لهم لاصوص، نزيد عاوتاني هنايا غنضيف هنا كما كتشوفوا غنضيف هيا باقا عندي لاصوص، كنخلطها هكا مزيان باش الزيت يتخلط صافي. كنضيف هكا شويه هنايا صافي حتى ندخل صافي، كنعاود نشحرها هكا كنخليها تشحر شويه، ونتلاقاو بعد ما نكمل المقادير كلها. رجعت معكم البنات بعد ما برد ليا الحوت، دابا غنقيوه كما كتشوفوا. نحيدو هكا الحوت، نخليوه تاكدوا ان ما كاينش هذا لا فيه لا شوك لا والو صافي. كنبقى نحيد هكا الحوت هكا طريفات، نحيدو على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا هانتوما. الحوت كيبقى طري ما كينشفش. كما كتشوفوا هاد الكروفيت هو هذا. هنا الميرلون كما كتشوفوا مشرمه، هي قطعتها دي مورسو ماشي فرستها على هذا الشكل هكا. هنا عندي الحوت عاوتاني البيض الفرخ اللي قلت لكم كيجي على هذا الشكل. هنا عندي الكالامار، وكنديرو هنا الفيرميسيل بعد ما خلطتها كلها كي غنوريها لكم. ها هي الفيرميسيل. هنا غندير شويه من المقادير على هذا الشكل، عاد نخلي التوجيبه اللي غنوجبها. ندير شويه الكالامار، كندير هكا حفينات على هذا الشكل. كندير هنا الحوت البيض هانتوما هكا. هنا كنزيد حوت ميرلون، هذه ميرنا كنهز هكا. هادو اللي مفرتين شويه هنايا كنهزهم، هادو اللي كيكونوا مفرتين على هذا الشكل صافي. كنجمع هكا الحوت كله هنايا هكا كله، كنجمع هكا صافي وغنخلطها من الفوق. هنا غندير واحد التخليطه هكا مع الحوت. هنا غنزيد واحد الكميه ديال الفرماج غابي هكا، واحد الكميه كما كتشوفوا فرماج روج هانتوما كنزيدها هكا صافي. وغنخلط التخليطه هي بشويه، كنخلط من الفوق لتحت هانتوما البنات. كتجي على هذا الشكل حيت تبارك الله كاين موجود صافي. بعد ما وجدنا المقادير كلها غندهن هكا اللاطه بالزيت، الزيت ديال اللي طيبت به كندهن على هذا الشكل هكا كلها.
غندهن هكا ونوجد الوريقات ديالي بحال هذا الشكل هكا. صافي كنبقى نوجدهم هكا باش كتسهل عليا الخدمه. كما كتشوفوا البنات انا فرشت بابي كويسون كتساعدكم انكم تحيدوها بسهوله. صافي انا غندير نخليه هنا الكبير نخليه على برا على هذا الشكل، وغندير غاس ماشي لا مواتي، غير نخلي الكبير على برا والصغير غيكون لداخل. نفس الشيء هنايا وغندورها كلها على هذا الشكل. راني دهنتها صافي غندورها كلها تدور كما كتشوفوا. نبغى 5 ديال الوراق ديال الورقه صافي كدوروها على هذا الشكل. كتخليو هنا الكبير باش هنا كتدفعوا كديروا الصغير هنايا. كنزيد ورقه كتشوفوا كندهن دائما كندهن وكنعاوتاني كندهن وكندير عاوتاني كنخالف ورقه اخرى كنخالف هكا كدهنيها بهذا وكنخالف عاوتاني هنا غندير الكونطخيغ. هنايا غندير هنا غنخلي الصغير هو اللي غنخليه الكبير غنديرو لداخل والصغير هو اللي غنخليه على هذا الشكل كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا هنا كندير الكبير والصغير كنخليه على برا كما كتشوفوا، حتى هذا الصغير هي اللي غنلمط به الورقه الاولى. على هذا الشكل غناخذ ورقه اخرى نحطها الفوق هكا ندهنو بشويه الزبده كما كتشوفوا. هنا غنحط هكا ضروري الحشوه تكون بارده باش ما تقطعش لكم الورقه ديالكم. كنقاد الجناب ونقاد كلشي غنزيد الحوت في الجناب كما كتشوفوا كيبقى الحوت هكا صايب. ضروري في الجناب تحطوا الحوت كما كندير انا. والكالامار حتى هو كيتحط هكا من فوق هنا كتجي هكا كتجي عامره بالحوت. واحد على حسب الحوت اللي عنده وعلى حسب انا عندي هنا المول كبير ديال الصغيره يعني خصها هنا غنزيد هاد الطبعه هكا باش نبات. غندير له واحد الرشيشه هكا ديال الزيت من الفوق باش ما يجيش ناشف الحوت. واصلا الحوت ما ناشفش هاك شوف كيفاش طيبته. صافي هنا غندير واحد الرشيشه ديال الفرماج هكا من الفوق وغنخلي واحد شويه الزيت هاد الورقه هنايا باش تزيد على هاد الشكل هكا. هي غندهنها على هكا. اول حاجه غندهنها غندهنها بالبيض باش هادي راه بيضه بلديه شوفوها صفرا بحال هكا راه بيضه بلديه ما بقيتش روميه درنا بلديه معليش كلشي زوين صحيه. دونك هنا هكا باش تلصق ليا هادي هنا ندهنها هكا البيض. صافي غنبدا نلمط اول بالزبده شويه هكا. اول حاجه غندير ديك الطميطه الاولى ورقه الاولي غنجمعهم كلهم على هاد الشكل هكا. كنجمع هاد هكا وكندهن هكا باش ما هاهي كتنشف هانتوما. صافي كتبقاو تجمعوا على هاد الشكل هكا. صافي كنبقى هكا هادو حتى هما غنجمعهم نديرهم بحال هكا باش يلصق هادشي. متخليوش هادشي محلول هكا تجيكم هكا لاصقه. ونجمع هكا
الفران نشعلو مزيان حتى تيسخن الفران باش تجيكم ديك القرماشه. سخنوه عاد نقصو ونخليوها طيب على خاطرها. هنا غناخد كيردون صافي غنبدا نقلبها هكا، وكنقول لكم يلا نتلاقاو من بعد ما طيب ان شاء الله، ونمروا نشوفوا التزيين النهائي ديال المستله ديالنا ديال الحوت ان شاء الله مجموعين. ما تمشيو فين تبقاو معايا. كما كتشوفوا البنات انا بعد ما خرجتها كيشتي على شكل محمره. هنا بديت كندير الخس، انا بديت كندير التزيين صافي. كنبقى نستمر غندورها كلها هكا بالخس كما كتشوفوا. كنهز كيعطيها داك المنظر هو زوين. خاصك تجيب بحال شي جريده كتجي زوينه. هنا غنحط هكا الحامض، هنايا قطعت حامض على هذا الشكل، وغندير فيها هكا كما كتشوفوا الكروفيت. هنا هادشي بلاصه هنا غنحطها هنا كتجي بحال الشجيره هكا صافي. وغنحطها في الوسط باقا سخونه، نحطها هكا كما كتشوفوا كتجي زوينه. هنا عندي مازال شي وحيدات ندورهم. ايوا كيبقى تزيين هكا عادي، شي حاجه بسيطه باش كتبان انها ديال الحوت، و اول طون كيجي زوين وهذا راه كيجي زوين صافي. وغنستمر انا على هذا الشكل هكا تنكمل الدوره. غنديرها هنايا الحامض. عندي حامض هكا قطعتهم دوائر غنحطهم معايا هكا، ندورهم على بوزروك هكا في الكوكياج. هنا كان مسدود وسلقتو، ماشي سلقت، درت فيه شويه زيت، شويه مليحه، شويه راس الثومه وحامض، ودرت فيه قطيره ديال الماء وخليته تتحلو صافي. غنحطهم هكا كتزيين كما كتشوفوا كيجي زوين. كتجي صراحه كتجي هذه شي مناسبه عندكم، شي عراضه عندكم، شي مناسبه كما حنا عندنا مناسبه دابا. هادشي علاش درت معكم، قلت هذه الفرصه انني ندير معكم. غيرت شويه من الوصفات ديالي، قلت غنغير الوصفات وغندير معكم شويه وصفات مغربيه ديال العراضات ديال اي مناسبه، وكتجي الصراحه كتجي غساله، كتجي لذيذه الصراحه، كتجي زوينه بزاف صافي. وغندورها كامله على هاد الطريقه. وهذا هو التزيين الاخير ديال الستايله ديال اسماء. غندير لكم واحد الوصفه زوينه بزاف ان شاء الله غنشاركها معكم المره الجايه ان شاء الله. كونوا في الموعد، عندك تنساوني. هانتوما ايوا هذا هو التقديم النهائي، هانتوما على هذا الشكل صافي. هنا كما قلت لكم ومسح يدي، هنا كما قلت لكم غندير هكا الفرماج على هذا الشكل هكا يجي داير هكا غير باش تزيين وصافي على هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا الغزالات جات معكم. هذا هو التقديم النهائي ديال البلا ديالنا ديال بسطه الحوت. كتجي معلكه، كتجي لذيذه بزاف كما كتشوفوا، كتجي زوينه. الديكور كيبقى على حسب الاختيار. هنا درت كما كتشوفوا درت بوزروك، هنا الكوكياج ديال البوزروك كيجيو كيعطيو منظر، ودرت دوائر ديال الحامض. وهنا كما قلت لكم درت الفرماج، خليته حتى شويه باش ما ندوبش، بغيتو يبقى هكا كيعطي المنظر. ودرت هنا عشيش ديال الكروفيت. كتجي الصراحه ما نقولش لكم الطريقه، ما نقولش لكم الا تبعتوا الطريقه كتجي لذيذه وكتجي معلكه ما نقولش لكم كتجي لذيذه بزاف. هنا كيبقى اختياري كاخر مرحله. هنا غندير كما كتشوفوا غندير هكا ورقات ديال المعدنوس هكا درتهم كما درتهم. درت هنا واحد 3 باش نوريكم، واخا شويه تحمروا لي معليش. درت هكا صغيورين هكا كيجيو حتى هما زوينين، حتى هما عمرتهم من نفس. درت هذه مربعه، وهذا درتهم دايرين كيجيو فنين الصراحه، كيجيو زوينين. ان شاء الله بالصلاه ديال اليوم ديال الحوت تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوها لما لا. ديروها هكا في شي مناسبه شي عراضه. وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتشارك مع الحباب والاصدقاء لتعم الفائده على الجميع. دمتم في رعايه الله، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله بصحه وراحه.